السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن تول اسمها الواير شارك. برنامج مهم جدا في المجال بتاعنا. بيحتاجها المعظم يعني في مجالات زي النتوركينج، زي مجال السوك، زي الستريت هانتنج، أو حتى لو أنت كشخص هاوي أو عندك فضول عاوز تفهم النت شغال إزاي، إيه اللي بيحصل في الكواليس جوه. البرنامج ده اسمه الواير شارك، بيساعدنا إن إحنا نفهم حاجة زي كده. آه، برنامج بيدينا استطاعة إن إحنا نشوف الشبكة وهي بتتكلم، إيه اللي بيحصل جوه. يعني أي داتا طالعة أو داخلة من الجهاز بتاعنا نقدر إن إحنا نشوفها باكت باي باكت. تمام. طيب، أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه واير شارك. تعالوا نبص كده على السيرش عليها. وات وات إز واير شارك هنا. طيب، بيقول لك هنا الواير شارك از وورد ليدنج فري، هو حاجة فري خالص. تمام. وقال لك ان هو اوبن سورس. تمام. قال لك ان هو نتورك بروتوكول انالايزر. تمام. دي أداة ان هي بتحلل الشبكة. يعني هي بتقعد تبص على الداتا اللي ماشية داخل وخارج الجهاز على الشبكة، وبيعرضها لك بشكل تفصيلي، وهنشوف دلوقتي في البرنامج. فعايزين نتخيل مع بعض ان البرنامج الواير شارك ده عباره عن هو كاميرا مراقبه. يعني هو بيراقب، حاطين كاميرا على الشبكه بتاعتنا بتبص لكل حاجه داخله وخارجه في الشبكه. قال لك برضو ان هي هنا بتكابتشر وبتنتراكت، بتتفاعل مع النتورك ترافيك في التايم، وبتسمح لليوزر ان هم يعملوا انسبكت للداتا. تمام. ده يعني ايه الواير شارك. ادي البرنامج برضو. طيب، باكت. يعني ايه الباكت؟ اللي هو اي حاجه احنا بنعملها على الانترنت بتحصل في الشبكه بتاعتنا بتتبعت على هيئه باكت. زي انا مثلا لو جيت هنا فتحت يوتيوب مثلا بيتبعت باكت، فتحت تليجرام بيتبعت باكت، فتحت اللينكد ان بيتبعت باكت، اند سو اون. كل الحاجات دي بتبقى عباره عن باكت بتتخزن. فبعت رساله واتس، جهازي بقى بيبعت باكت، السيرفر بيرد بباكت، والراوتر بينقل الكلام ده كله بباكت. فاي حركه بتحصل في الشبكه بتاعتنا على الجهاز بتاعك مثلا وانت بتتفاعل معاه، دي بتبقى عباره عن ان هي باكت. وكل باكت بيكون جواه شويه انفورميشن، معلومات زي ايه؟ زي مثلا مين السورس، مين اللي بعت، مين الديستنيشن اللي هو استقبل حاجه زي كده، نوع البروتوكول، الداتا نفسها. جميل. طيب، الواير شارك ده عباره عن ان هو ده باكيت انالايزر، يعني برنامج بيقدر ان هو بيفتح الباكيت دي وبيحللها ويشوف جواها ايه. وده بالظبط زي ما قلنا ده شغل الواير شارك. بيورينا بقى سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، البروتوكولات بقى زي الاتش تي تي بي، الاتش تي تي بي اس، اند سو اون. مجموعه الحاجات دي. طيب، فالبرنامج بتاعنا زي ما قلنا ان هو بيراقب الشبكه، واي باكت بتعدي هو بيمسكها ويرفعها لك ويقول لك بقى جايه منين ورايحه منين. منها بقى ان انا اقدر اشوف ايه الاتاكس اللي حصلت. انا كسوق مثلا بانفستيجيت بقى. تمام. ان شاء الله باذن الله هنحل بعد ما نعرف يعني ايه واير شارك. هنكمل في السلسله ونحل مجموعه لابس باذن الله، هتكون اوضح وهتفهمك البرنامج اكتر وازاي بنستخدمه. ولكن احنا في الفيديو ده بنعرف، يعني بنشوف ايه هو الواير شارك اصلا عشان نعرف ان احنا نستخدمه. فبنقدر عن طريقه ان احنا نشوف الاتاكس اللي بتحصل، الاتصالات اللي هي الابنورمال اللي موجوده، في مالوير ترافيك. تمام. الواير شارك بيسهل لنا حاجه زي كده. طيب، في مصطلح انا عاوز اعرفه لكم ليه خاص برضو بالواير شارك، لازم تعرفوه، اسمه سنيفنج. تمام. المصطلح ده مهم جدا. طيب، السنيفنج دي معناها ايه؟ معناها بالبلدي كده شمشمه. يعني انت بتشم، بتراقب، بتشوف ايه اللي بيحصل. يعني كانك حاطط مثلا ايه ميكروفون كده، ميكروفون على الشبكه، وبتسمع الاجهزه وهي بتتكلم، فهو بيبص بيشوف لك ايه الدنيا. فانت الواير شارك ده ممكن تسميه باكيت سنيفر. يعني الواير شارك ممكن نطلق عليه مصطلح ان هو باكيت سنيفر فعلا. هو بيسنيفر، بيشمشم على الباكيت اللي ماشيه. جميل كده يا شباب. طيب، حلو قوي. هل بقى الواير شارك بيبص على الباكت كلها اللي موجوده عندنا في الشبكه؟ قال لك لا. طيب، لا ليه؟ لان الواير شارك دلوقتي هو موجود على الجهاز بتاعي انا بس. فهو هيشوف الترافيك بتاعه الجهاز بتاعي، وممكن يشوف الترافيك اللي هي بتبقى برودكاست، يعني ممكن نشوفها. لكن هو مش هيشوف كل الاجهزه اللي في الشبكه كلها. ده ليه؟ بسبب ليه؟ لان اغلب الشبكات الحديثه شغاله بحاجه طبعا زي ما احنا عارفين اسمها السويتش. والسويتش ذكي، يعني هو بيبعت الترافيك للجهاز يعني تقصد الجهاز مثلا ايه، فهو هيبعت لايه. السويتش هيبعت لايه؟ عايز تبعت لبي هيبعت لبي بس. عكس الهب كان اسمه الهب الايه؟ اسمه الهب الغبي، بيبعت برودكاست، فبيبعت للايه؟ بيبعت للكل. طيب، علشان طب هل هل
اللهم صل عليك يا نبي، عشان اشوف كل الباكت اللي موجوده في الشبكه. ده ينفع؟ ينفع. في خاصيه بتفعلها في السويتش اسمها ايه؟ اسمها بورت ميرورنج. بورت ميرورنج. ايه الخاصيه دي؟ دي خاصيه او تقنيه انت بتفعلها في السويتش. طيب بتعمل ايه؟ بتاخد نسخه من الترافيك اللي ماشي على بورت معين. البورت ده طبعا احنا مش على الجهاز بتاعنا، فلا، هي البورت ميرور. انت فعلت السويتش، هتروح تاخد كابتشر او نسخه من البورت ده، تمام، وبتبعتها على بورت تاني. احنا بقى هنستخدم الواير شارك عشان نشمشم او نسنيفنج على البورت المعين اللي احنا نقلنا عليه الباكت دي، تمام. دي طريقه. في طريقه تانية عشان ان احنا نعرف نمسك الباكت كلها بتاعت الشبكه. اتاك اسمه الارب سبوفنج، تمام، اسمه ارب سبوفنج. يعني ايه الارب سبوفنج؟ دي هجمه او اتاك ان المهاجم بيحاول ان هو بيقنع الجهاز ان هو الراوتر الحقيقي، فالاجهزه بتبعت له الترافيك كلها بدل الراوتر يعني. فالاجهزه كلها بتبعت له الترافيك بدل الراوتر. ساعتها ان هو كده يقدر يقول يشوف الايه، يشوف الداتا. طيب احنا عمالين بنقول كابتشر كابتشر كابتشر. لو حد مش عارف يعني ايه كابتشر، طبعا اكيد كلنا عارفينها. دي معناها ان البرنامج بيبدا بيلتقط الباكت اللي ماشيه. يعني اول انت ما بتدوس، ان شاء الله هنعرفها دلوقتي، ما بتدوس ستارت، هو خلاص الباكت الواير شارك يبدا يعمل حاجه اسمها الكابتشر، وبيسجل الترافيك اللي ماشيه. جميل كده يا شباب. طيب دي كده كانت شويه نظري حلوين لابد منهم في البدايه. طب الناس اللي هي عايزه تحمل البرنامج، سهل خالص. بص يعني هنا مثلا واير شارك داونلود اهو، تمام. عشان هو معايا مش هحمله، ولكن هوريك الطريقه سهله خالص خالص. وهنبهك لحاجه اهو، بتكتب واير شارك داونلود، بتاخد اول تابه بيطلع لك دي هنا، بتنزل عند الويندوز، تمام، بتتك عليها. ولكن ملحوظه، لازم تحمل معاه برنامج وهو هيظهر لك وانت بتعمل انستول، اسمه الام بي كاب. ليه الام بي كاب؟ لان هو اصلا الواير شارك مش هيشتغل غير بالبرنامج اللي اسمه ام بي كاب. ليه؟ لان ده المسؤول ان هو اصلا يعني بيعمل كابتشر للباكت بتاعت الشبكه دي. جميل كده يا شباب، زي الفل. نرجع تاني هنا. طيب طيب ايه ده؟ دي مجموعه انترفيسز هنا. الانترفيسز معناه اللي هو يعني كارت الشبكه او طريقه الاتصال اللي انا واصل بيها هنا، تمام. فهو ظهر لي هنا واي فاي، الفي ام وير، في عندنا الايثرنت لو موجود، ولكن هو مش شغال دلوقتي. فاحنا معظم شغلنا بيكون على الواي فاي، فنخش كده على الواي فاي. دي الواجهه بتاعه ده الجي يو اي بتاع البرنامج. هنعرف كل حاجه، كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي بالتفصيل، تمام. طيب انا عايز اعمل كابتشر دلوقتي برضو. انا هسبق الاحداث، معلش هنسبقها. طيب نعمل هنا ايه؟ كابتشر اوبشن ستارت. طيب هو هنا انا هوقف، هو بيعمل كابتشر اصلا فانا هوقف، تمام. تمام، لو هنا انت عملت ستارت فانت عمل تك على الاحمر، انت كده وقفت. طيب تعالوا كده نشوف مثلا نسعى على السي ام دي. هنجرب مثلا ايه؟ تعالوا هنجرب مثلا مثلا ايه؟ هنعمل بينج مثلا، هنعمل تيست بينج على جوجل دوت كوم، تمام. جوجل دوت كوم، تمام. ادي هو هنا. بس ثواني بقى، انا كده عملت ايه؟ عملت بينج، لكن هو مش هيسمع هنا. ليه؟ لان انا ما عملتش ستارت. فانا هعمل كده، هعمل، او ممكن بصوا انا هطلع بره خالص عشان تبقى على نظافه، تمام. نيجي نفتح البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الواي فاي على طول، نروح على طول على طول على طول، نعمل ده كوبي هنا. اعمل بقى كده هتلاقيه مسمع عندك هنا دلوقتي. احنا عملناه. طيب اهو شفنا احنا بروتوكول اسمه الاي سي ام بي. ايه بروتوكول الاي سي ام بي؟ هقول لك دلوقتي. طيب ادي اهو البنج اللي حصل معانا اهو. طيب عشان برضو هسبق الاحداث برضو، لكن انا هقول لكم ده الشريط بتاع الفلتر. الفلتر يعني ايه؟ انك بتسهل على نفسك، بتختصر. فانا هعمل بروتوكول الاي سي ام بي. اوكي ظهر لنا ادي البروتوكول بتاع الاي سي ام بي. جاب لي اللي حصل، بس ان انا عاوزه. انا عاوز ايه؟ انا عاوز البنج اللي انا عملته. فظهر لي هنا الايه؟ البنج اللي انا عاوزه. ده البروتوكول الخاص بعمليه البنج. طب ايه هو البروتوكول ده؟ عشان لو ما حدش عارف، اختصار لكلمه انترنت كنترول مسج بروتوكول. انترنت كنترول مسج بروتوكول. ده بروتوكول الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو بينقل رسائل تحكم واخطاء في الشبكه، مش بينقل داتا. في فرق. اللي بينقل داتا
حاجه حصلت مثلا زي ال HTTP ال HTTPS ال FTP and so on، مجموعه البروتوكولز دي، تمام. ولكن الاي سي ام بي لا، هو بيبين لك تيست، بيعرفك حاله الشبكه، هل في مشكله، في غلط، ايه الدنيا ماشيه ازاي، تمام. فاحنا هنا عملنا تيست بالبنك، بنشوف حاله الاتصال. فهو هنا بيقول لك هنا بعت ايكو ريكوست، ترد عليه بايكو ريبلاي، ايكو ريكوست، ايكو ريبلاي، وهكذا، والدنيا طلعت تمام. فاللي هو يعني بيقول لك هل الجهاز بتاعك شغال، هل الشبكه واصله ولا لا، والحاجات دي. فلو حصل مشكله الاي سي ام بي بيبلغك بحاجه زي كده، والواير شارك بيكابتشر حاجه زي كده. جميل. فالخلاصه ده بروتوكول بيسال الشبكه عن حالتها، انت شغاله، هل انا واصل لك. فمن ضمن استخدامات الاي سي ام بي اللي هو الايه، اللي هو البنج. جميل كده يا شباب، زي الفل. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض نتكلم شوية عن الجي يو اي بتاعة البرنامج. تمام. يعني الكلام ده كله احنا عايزين نعرف ده ايه وده ايه. طيب نبدأ من أول فوق خالص. ده فوق كده حاجة، ده اسمه التايتل بار، ده اللي هو شريط العنوان. ده بيعرض اسم البرنامج، مثلا اللوجو بتاع البرنامج هو الواي شارك، في الانترفيس اللي انت بتكون فاتحها. مثلا هتلاقي اسم، ممكن تلاقي اسم لو انت فاتح كابتشر مثلا كنت حافظه، هتلاقي الاسم موجود هنا. تمام. فده يعتبر ده الهيدر بتاع البرنامج، يعني زي اي برنامج عادي. تمام كده. طيب تاني حاجة عندنا هنا الشريط ده اسمه المين ميموري. تمام. المين ميموري ده مهم جدا وبنستخدمه وبيسهل علينا حاجات كتيرة قوي. عندك هنا بيكون في الفايل، احنا هنا مثلا بتيجي تفتح مثلا هنا كنت مثلا لاب مثلا معين، كنا حالين اللاب ده، هنا بتيجي تفتح عليه البيكاب ده مثلا. تمام. هنا بنعمل ايه تاني، بتمانج حاجة هنا، بتسيف، وهنا بتعمل برنت. تمام. ده في الفايل. هنا في الايديت بتعمل كوبي لحاجة معينة، عايز تدور على باكت معينة برضو. جميل. طيب عندك هنا في الفيو، هنا بقى بتظهر التول بار والفلتر بار والستاتس بار. يعني مثلا لو عملنا كده هتلاقي ده اختفى. تمام. اللي هو المين بار. طيب رجع المين بار، تك عليه اظهر لك، وهكذا. في عندك هنا التايم، احنا عاملين هنا التايم معمول بالير وباليوم ومش عارف وبالتايم وهكذا. طيب لو مثلا خليناه بالثانية، بص هنا التايم اتغير. فلا احنا عايزين نخلي التايم ايه، زي ما هو بالسنة. تمام. اتغير. فانت هنا بتقدر تتحكم من خلال الفيو في التايم. بنتحكم في ايه تاني، بنتحكم هنا في اللون، في الكالرز. هنا زي ما انت شايف هنا البروتوكول الارب بلون معين، التي سي بي دي فيها حاجة، فاتعملت بلون معين اللي هو بينبهك، دي بلون تاني خالص غير التي سي بي. تمام. كل ده من الفيو اهو. بص لو عملنا كده كله هيبقى بلون واحد، فانت كده يعني الدنيا مش سهله، مش احسن حاجه، لكن في لما يبقى معاك لون هنا بيعرفك وبيسهل لك الدنيا شويه. تمام. طيب حلو قوي. نيجي هنا بعد في الجو، هنا بيقول لك جو تو باكيت، لو انت عايز تروح لباكيت معينه. فلو عملت كده مثلا بتروح تكتب باكيت معينه، بعد كده عايز تروح للباكت اللي بعدها، الباكت اللي قبلها، او الباكت وهكذا. تمام. نيجي هنا للكابتشرز، في عندنا هنا الاوبشنز، بيجيب لك شويه ديتيلز كده عن بيجيب لك ديتيلز. احنا دلوقتي في الانترفيس اللي هو اسمه الواي فاي، لو احنا عايزين نروح للفي ام وير، لو عايزين نروح للايثرنت اند سو اون. تمام. طيب في ايه تاني في الكابتشرز، في الستارت، لو انت عايز تبدا تعمل بقى كابتشر، هنعمل دلوقتي الكابتشر مثلا. تمام. تتك على ستارت، هيفضل يعمل بقى كابتشر، يلقط بقى الباكت والحاجات اللي انت بتفتحها واللي بيحصل في الشبكه بتاعتك. تمام. وبعد ما تخلص بتعمل ستوب، هنا في الريستارت تعيد تاني، وهكذا. الانالايز ده اللي هو الخاص، دي الحاجه الخاصه بيه الناس اللي هم المحللين في الديسبلاي. الديسبلاي فلتر بيجيب لك شويه معلومات هنا، بس الاي بي فيرجن 6، الاي بي فيرجن 4. هنا مفيش ارب، عندك الاتش تي تي بي والحاجات دي. تمام. في ايه تاني في الانالايزر، ماشي. عندنا الفولو دي هنستخدمها ان شاء الله لما نيجي نحل لابس، هتفيدنا قوي. يعني مثلا لو عملت كده وعملت انالايز وعملت فولو، هات لي التي سي بي ستريم، بيطلع لك دي بتشوف منها حاجات. تمام. فهتفيدنا قوي في الايه، في ان شاء الله في الانفستيجيت باذن الله لما نيجي نشتغل عليه. تمام. بعد كده الاستاتستيك بقى بيكون برضو دي مهمه قوي. هنا بيدي لك شويه بروبرتيز عن البيك اب بتاعنا، الفايل بتاعنا. بيجيب لك الباكت ده اول مره دخل فيه امتى، اخر مره. تمام. الهارد نوعه ايه، الاوبريتنج سيستم اللي احنا فاتحين منه، عندك الانترفيس واي فاي، عدد الباكتس هنا 86 اند سو اون، شويه الحاجات دي. تمام. بص هنا الباكت بتكون موجوده تحت، هنا عدد الباكتس بتكون هنا. تمام يا شباب. طيب في ايه تاني هنا، في البروتوكول هيراركي، بيجيب لك مجموعة البروتوكولز بشكل هرمي كده. بيقول لك الفريم عندك الايثرنت،
في منه الانترنت الاي بي فيرجن 4، في شويه معلومات برضو هتفيدنا في الانفستيجيت. في ايه تاني يا رجاله؟ هنا برضو اللهم صل عليك يا نبي. الكونفرزيشن بتفيدنا قوي، دي مهمه قوي قوي للناس بتوع السوق خصوصا، او اي حد هيتعامل مع البرنامج. فبيجيب لك مثلا عدد اعداد وارقام ومين كلم مين ومين تواصل مع مين. فبنستفاد هنا مثلا بتفتح الاي بي فيرجن 4 تشوف هنا اكتر اي بي تواصل مع اي بي تاني. باكيتس هنا مثلا هنا 2 هنا 25 باكيت، لا انا اركز على الاي بي ده اللي هو بتاعي، ده السورس، ده الديستنيشن اي بي. تمام، عملوا مع بعض 25 باكيت. فان شاء الله لما نيجي نحل لابس برضو كل حاجه هتبقى واضحه في اللابس حقيقي بقى ان شاء الله. ليه مثلا يقول لك هنا 25,000 باكت، لا هنا اشك، ابدا بقى انفستيجيت على اركز على الاي بي السورس ده والديستنيشن بقى، اشوف مين الهاكر فيه ومين اللي ابنورمال، مين اللي حصل عليه حاجه. تمام، ده في الكونفرزيشن. في ايه تاني برضو هنا الاتش تي تي بي والدي ان اس والكلام ده كله احنا عارفينه. تمام، بس كده. تمام، ده كان تاني حاجه، كان اسمه الايه المين ميموري. تالت حاجه عندنا هنا ده اسمه المين تول بار. ده يعتبر تشبهه بالريموت بتاع البرنامج. يعني تبدا هنا ستارت، هنا تبدا البيك اب عايز تعمله، في هنا عايز حاجه تجيبها تشغلها برضو زي ما كنا عملنا في الفايل، هنا بتعمل اوبن. تمام، ده الريموت، هنا تكبر تصغر تعمل الوان تطلع فوق تنزل تحت يمين شمال. تمام، ده الريموت، لوحه التحكم بتاعه البرنامج. في بعد كده الفلتر بار، اللي هو الفلتر بار ده اللي هو شريط الفلاتر ده وظيفته ان احنا بنكتب مثلا فلتر معين، حاجه معينه، عشان بدل ما تجيب ال 36 باكت، لا انا ممكن اخليهم خمسه بمجرد ان انا مثلا كتبت ارب مثلا. يعني تعال نكتب هنا كده ارب. شوف بقت كام؟ هم كلهم 56، ولكن انا عندي هنا كام باكت؟ 1 2 3 4 5 6 بقت. خلاص هعرف انفستيجيت، بقى عندي اتحصرت في 6 بس، فبتسهل عليا. فالفلتر بنستخدمه علشان كده. تمام، عشان نعرض نوع معين من الترافيك. حلو قوي. في بعد كده ايه تاني؟ الباشا بقى بتاعنا بقى اللي هو ده اسمه الباكت ليست بين. دي الباكت بقى، الليسته كلها، ده اللي بيعرض كل الباكت اللي اتسجلت. ظاهر مثلا عندنا النمبر، عددهم، التايم، اللي في هنا السورس اي بي، الديستنيشن اي بي، البروتوكول، مش عارف ايه الانفورميشن. هنا بص ممكن تتحكم فيه، تخليها يمين شويه، خليها في النص، تخليها في الشمال خالص. نفس الكلام في التايم، كليك يمين عليها تخليها يمين. تمام، ممكن تعمل اديت في الاسم بتاع، انا مش عايزها تايم، انا عايزها تايم مش عارف كذا، دي ممكن تخليها نمبر اند سو اون. زي الفل. طيب، في إيه تاني عندنا هنا؟ مثلا دي الباكت ديتيلز بين، دي مهمه جدا. لما بتيجي تضغط على اي باكت، بص هنا بيتغير الفريم، بيتغير فريم رقم 4، انا اتكيت هنا فريم رقم 4، اتكيت على واحد الفريم رقم 1، ويجيب لك شويه ديتيلز تفاصيل الباكت بتاعتها لما تيجي تضغط عليها. معلومات مثلا زي عندك هنا الفريم، دي معلومات عامه عن الباكت. في هنا الايثرنت، بيجيب لك بقى الماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس ومش عارف ايه. في هنا الانترنت بروتوكول فيرجن 4، الاي بي فيرجن 4، لو في اي بي فيرجن 6 هيجيبه لك. اللهم صل عليك يا نبي. في عندنا هنا الطبقه اللي هي الرابعه الترانسبورت، في هنا جاب لك الترانسميشن كنترول بي اللي هو التي سي بي، بروتوكول تي سي بي، جاب لك في هنا السورس اي بي والديستنيشن اي بي. صح الكلام؟ طيب، هنا اللهم صل عليك الترانسبورت لاير. تمام، في حاجه اسمها الابلكيشن، اللي هو ده الترانسبورت لاير سكيورتي، ده اللي هو البروتوكول اللي اسمه التي ال سي اهو. بص احنا في واحد جاب لك التي ال سي. تمام، اللي هو اختصار لكلمه ترانسبورت لاير سكيورتي، اللي هو الخاص بالتشفير والسكيورتي بروتوكول، البروتوكول بتاع صاحب النقل. تمام يا شباب. فده بيكون هنا في الابلكيشن. مثلا لو ضغطت هنا على الفريم رقم الباكت رقم 6، بص ما ظهرش لان ده مش بروتوكول نقل الارض. تمام، لكن هنا ظهرت، فبقى في هنا ايه اللاير بتاعت الابلكيشن ظهرت. زي الفل زي الفل زي الفل. في عندنا برضو هنا في هنا برضو دي اسمها باكت بايت، جايب لك الحاجات بيعرض لك الباكت بشكل هكساديسيمال، يعني الداتا على شكلها الحقيقي اللي ماشيه في الشبكه. يعني هو مش هنحتاجه قوي دلوقتي، ولكن هو مهم جدا. طب مهم لمين؟ مثلا الجماعه بتوع الديجيتال فورنزكس، المالوير اناليسيس، يعني الحاجات دي يحتاجوها قوي قوي يعني. تمام، زي الفل. تعالوا بقى يا شباب ايه نتكلم على الجزء ده برضو هيفيدنا. لما مثلا نيجي بنضغط على اي باكت زي ما قلنا الحاجه بتتغير هنا. فمثلا تعالوا نتكلم على اول باكت فيها حاجات اكتر. اول حاجه بيقول لك هنا الفريم دي بتعرض لنا ايه؟ الفريم دي بتعرض الحجم بتاع الباكت، قال لك 78 بايتس. طيب،
فاول واحده الفريم بتبقى بتعرض لك الحجم والوقت. تمام تمام. تيجي تاني واحده بيقول لك الايثرنت اي، دي هتلاقي فيها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، سوري، السورس بتاع الماك ادرس والديستنيشن بتاع الماك ادرس. يعني كل جهاز في الشبكه له ماك ادرس. هنا الباكت بتقول انا رايحه من جهاز كذا لجهاز كذا، فبتجيب لك الماك ادرس والديستنيشن ادرس بتاعه بتاعه الباكت اللي انت اخترتها دي. تمام. تالت حاجه هنا في الانترنت بروتوكول اللي هو الاي بي، بيجيب لك الاي بي فيرجن 4 السورس والديستنيشن برضو. تمام. فبرضو الباكت برضو جاي منين وراحه منين. تمام. طيب حلو قوي. تقعد بقى تبص واحنا بننفستيجيت بقى في حاجه فعلا ماليشيوس، وفي اللابس هتلاقي حاجات كتيره جدا بتبان معانا. طيب تاني واحده الترانسبورت اللي هو التي سي بي، جايب لك البورت بتاعه وجايب لك الديستنيشن بورت. تمام. سواء هو بقى يو دي بي او تي سي بي. تمام. فدي بتحدد لك طريقه الكلام. لو هو تي سي بي فهتلاقي اي بي، وهتلاقي سورس اي بي وديستنيشن اي بي، وهتلاقي الايه، هتلاقي عندك ال 3 واي هاند تشيك. 3 واي هاند تشيك اللي هو ايه، لازم اي اي باكيت لازم هتلاقيها بايه، ب 3 واي هاند تشيك الاول. تمام يا شباب. التي سي بي بي لود الحجم بتاعها. طيب نيجي نخش هنا على الترانسبورت لاير سيكيورتي. الترانسبورت لاير سيكيورتي اللي هي بتاعت الابلكيشن لاير، دي بقى المحتوى الحقيقي وبتبقى حسب البروتوكول. فهو البروتوكول هنا ايه، تي ال اس. التي ال اس صح الكلام ده بيشفر. لو كان دي ان اس يبقى بيجيب اكنك انت بحثت مثلا على اليوتيوب او حاجه، هتكتب دي ان اس هتلاقيها ظاهر لك هنا يقول لك الدي ان اس دومين نيم سيرفيس، وهكذا. تمام يا شباب. زي الفل. احنا كده مش، طب احنا كده ايه، مش بنستخدم الواير شارك كبرنامج، لا احنا دلوقتي خليناه زي الميكروسكوب. هو بص بميكروسكوب على كل حاجه، يعني بنشوف بيه النت من جوه ايه اللي بيحصل. تمام. طيب انا عاوز اكد على حته اللهم صل عليك يا نبي، على الثري واي هاند تشيك. الثري واي هاند تشيك دي مهمه جدا. هي ببساطه كده طريقه الطريقه اللي جهازك بيبدا بيها، زي ما قلت بيبدا بيها اي اتصال مع اي سيرفر. تمام. يعني التي سي بي زي ما احنا كده عارفين انت، ده بروتوكول مسؤول عن ان الداتا توصل صح. التي سي بي صح ومضمونه وبالترتيب ومن غير ما يحصل فيها اي فرق. صح الكلام. الهاند تشيك دي بقى، دي زي اتفاق مبدئي كده قبل ما تبدا الكلام. زي الفل. يبقى لو هنستخدم بروتوكول التي سي بي لازم هتلاقي فيه 3 واي هاند تشيك. ايه هو ال 3 واي هاند تشيك ده؟ ادي ادي طبعا السورس، وادي الديستنيشن. انت عايز تروح تفتح الاول ايه، يوتيوب مثلا. قبل ما بتروح تفتح اليوتيوب بيحصل حاجه اسمها اتفاقيه. هو انت مش لما بتيجي بتخش تسلم على حد، بتقول بتسلم عليه وبعد كده هو بيرد عليك، بعد كده تبدا كلام. صح الكلام. هو نفس الكلام. انت الاول حاجه بتبدا حاجه اسمها تبعت سن. بتبعت ايه، سن، اللي هو ايه، اللي هو سلام عليكم يعني. هو هيبعت لك سن اك، هيقول لك وعليكم السلام سن. تمام اك. بعد ما تبدا السين اك، انت بقى هتبدا تبعت له اك تاني في الاخر، اللي هو خلاص بقى يلا بينا نخش في الايه، في الكلام. ده السورس وده الديستنيشن. فدي عمليه الايه، الثري واي هاند تشيك. فالهاند تشيك دي بقى دي اتفاق مبدئي قبل ما بتبدا الكلام. هو ده الهاند تشيك، ده اسمه الهاند تشيك. الثلاث خطوات زي ما قلنا. اول واحده السن، اللي هو انا عاوز ابدا معاك اتصال. تمام. فالجهاز بيبعت رساله للسيرفر انا عاوز اعمل اتصال، دي اسمها ايه، اسمها سين باكيت. تمام حلو. تاني واحده السين اج، دي تاني خطوه، اللي هو انا موافق واستلمت الطلب بتاعك ويلا بينا. طيب تالت خطوه اللي هو الاج، ان الاتصال زي الفل بيرد تمام كده، فاحنا اتفقنا نبدا، فيلا بينا نخش في الايه، يلا بينا نخش في الكلام. تمام. دي الثري واي هاند تشيك. تمام. طيب تعالوا نشوفها كده، تعالوا نشوفها. هنشوفها ازاي؟ تعالوا نفتح مثلا آه، ده انا مجهزه بتاع الاتش تي تي بي عشان لما يجي بيظهر. طيب انا عايز افتح الاول نعمل كابتشر. طيب هنعمل، شفت لازم تروح تعمل ستارت الاول اهو. انا هشغله اهو، كونتينيو ويز سيفنج. اوكي. ابدا بيعمل كابتشر دلوقتي. تعال نفتح يوتيوب. تمام. تعال نفتح اليوتيوب اهو. افتح يوتيوب. تمام. افتح مثلا اللينكد ان اهو. اللينكد ان. افتح يا باشا لينكد ان. هو دلوقتي طيب هو كان هنا كان النت قطع، ولكن النت رجع تاني. تمام. وحصل الكابتشر. انا دلوقتي هنا ايه، فتحنا اليوتيوب اهو. تمام يا شباب. طيب نيجي هنا الكابتشر حصل واحنا وقفناه. تمام. طيب لما عملنا فتحنا البرنامج وشغلنا الكابتشر على واي فاي. تمام. ورحت فتحت اليوتيوب. طيب لو انا جيت عملت هنا
وفلترت بالايه بالدي ان اس. اشمعنى الدي ان اس؟ عشان انا فتحت موقع، تمام، اللي هو اليوتيوب. طيب نيجي ندور هنا على اليوتيوب، اكيد هتلاقيه HTTP. فين اليوتيوب؟ اليوتيوب اللي احنا فتحناه بالراحه خالص كده اهو، ادي اليوتيوب اهو، تمام، ادي حصل، ادي اليوتيوب، ادي ال HTTPS ريكوست الاول. طيب عايزين نشوف برضو ال 3 واي هاند تشيك، فكده هنفلتر بالايه؟ بالتي سي بي. تعال نشوف كده التي سي بي هيقول لنا ايه. عايزين نشوف اول تي سي بي. كل ده بروتوكول تي سي بي، تي سي بي. تمام. تعال نشوف التي سي بي اول 3 واي هاند تشيك. طيب ادي بعت هنا سن وبعت سن وجا سن اك وادي الاك. انت لازم تركز على السن والسن اك والكلام ده. لو لقيتهم ياما قوي متكرر ياما قوي، لا انت لازم تشك. لو في سن، يعني بصوا يا شباب تعالوا، لو في سن كتير، لو في سن ياما كده، في احتمال ان في حد بيعمل ايه؟ في سكان. يعني لو في سين ياما 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 ياما، يبقى في هنا ايه؟ في سكان بيحصل. طيب لو لقينا اك كتير، هنا بقى في مشكلة في الاتصال. طب لو لقينا ريسيت، يبقى في حاجة مش طبيعية. تمام. يعني حتة حلوة اعرفها. فانت اول حاجة احنا بنركز، ادي السن اهو، بعت هنا سن كذا سن، ووصل هنا تاني خطوة السن اك، وبعد كده قال له ايه؟ قال له اك، اللي هو زي الفل. تعالوا بقى برضو ايه، نراجع شويه على شويه الفلترز اللي احنا اخدناهم. احنا اخدنا الفلتر بتاع الدي ان اس. لو فلترت بالدي ان اس، هو بيجيب لي كل حاجه ليها علاقه بالايه؟ لكل حاجه لها بالمواقع. موقع يعني في هنا جوجل موبايل ايفنت، هتلاقي هنا اليوتيوب بتظهر لك. تمام. لو مثلا جينا لو عملت مثلا هنا كابتشر، طب الغي كده. لو عملنا بدايه الكابتشر، افتح كونتينيوس سيف، اوكي. نيجي هنا افتح يوتيوب من تاني، افتح يوتيوب تاني، شغله تاني، وتعالى نفتح هنا اللينكد ان، او ماشي لينكد ان اهو. افتح، عايزين تشتغل، افتح كده. اعتقد ان هو شغل مثلا، شغل. تمام. اعمل اي ايه، اعمل اي حاجة زي الفل. تيجي هنا بقى وقف الكابتشر. حلو. طيب كده اكيد مليون في المية ظهر لنا اليوتيوب والدي ان اس، صح الكلام؟ طيب إيه؟ اهو اليوتيوب اهو، اهو. تمام. طيب الدي ان اس، ادي الدي ان اس بتاع اليوتيوب، ادي الدي ان اس بتاع جوجل. لما دخلنا على جوجل طبعا احنا كده كده داخلين، وادي اليوتيوب تاني. تمام. اتش تي تي بي اس. لو انا سرشت مثلا ب عايز اجيب مثلا اي بي معين، هروح جاي قايل له ايه بقى؟ هتقول له اي بي. هو بص، انت تكتب الاي بي جايب لك كل حاجه هنا. تمام. انا مثلا هقول له اي بي دوت الادرس اذر كده، تروح تعمل له مسافه ايكوال تكتب له الاي بي بقى اللي انت ايه، اللي انت عاوزه، اللي هو بتاعنا اللي هو ايه؟ 192 168 دوت 1 دوت 20 اهو. 192 دوت 168 دوت 1 دوت 20. تمام. اعمل كده، هيجيب لك كل حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالاي بي ده. هتقولي ما هو ما فيش غير الاثنين دول، هقول لك اه، لكن احنا لما نيجي نحل لاب برضو هتلاقي اكتر من اي بي. فاهم؟ لو حد بيعمل بروت فورس بقى بيخش من اكتر من جهاز مثلا. تمام. فبيطلع لك اكتر من اي بي. فانت لو عايز، احنا خلاص فاكرين لما قلت لكم هنا في الكونفرزيشن هنا، انا شكيت مثلا ان الاي بي ده هو اللي فيه الباكت كتير. هو بص هتلاقي هنا اكتر من 20 اي بي. فانت شكيت ان الاي بي ده اللي فيه الباكت كتير اهو 800. انا شكيت فيه، اروح رايح ايه؟ مفلتر بيه هنا. تمام. ده الايه؟ الاي بي. لو انا الاي بي ككل بقى، ممكن تعمل اي بي ايه؟ اللي هو مثلا سورس، يعني الاي بي ادرس اللي احنا اللي يعني الفلتر اللي احنا كتبناه ده بيجيب كل الترافيك اللي داخل او خارج بتاع الاي بي ده. طيب لو انا عملت له مثلا ايه؟ اي بي سورس، يعني مش الادرس بقى، السورس سي ار سي، يبقى انا كده بجيب الايه اللي داخل بس. خدت بالك هنا بقى؟ بص هو بص هنا، انا عايزكم تبصوا في الحته دي اهو. بص هتلاقي كل اللي هنا، كل اللي هنا شبه بعض. شبه ايه؟ شبه بعض. قلل دي، هتلاقي كل دول كده شبه بعض اهو، اهو. تعالوا بص هتلاقي كله 120. طب لو انا عملت شلت دي وعملت ديستنيشن، لو عملت دي اس تي، بصوا يا شباب اهو، في الديستنيشن هنا ده، انا عايز الديستنيشن. بص هنا نفس الديستنيشن اي بي، بص اتغير اهو كل الديستنيشن بتاع الاي بي ده اهو. الديستنيشن اهو، بص اهو. انا عايز الديستنيشن بس للاي بي ده اللي هنا، اللي هو الحاجه اللي رايحه له، فاهي. تمام يا شباب.
تمام أوي، حلو أوي، أوي. طيب أنا عاوز أفلتر مثلًا، عايزين نجيب السِن، الحاجات اللي في الthree way hand check. تعالَ كده نعمل، تعالَ نشوف الTCP كده بتاعتنا الأول، عشان الباكت دي مش يعني مش بتبقى جاهزة، في باكت بتبقى موجودة، في باكت بتروح، فاهم؟ طيب تعملها إزاي؟ هتقول TCP dot flag. بُص هي برضه ظاهرة لنا هنا أهي، الTCP flag سِن 1 equal 1 TCP flag. أنا عايز دي بتاعة السِناك، تمام؟ طب TCP أنا عايز بتاعة السِن بس، تعمل له dot سِن equal 1 equal إيه؟ 1 flag. طب ثانية، سِن dot flag، سِن flags. إحنا عايزين flags dot سِن equal 1. كانت الflags، تعمل enter كده هيجيب لك كل السِن، الحاجة اللي هي إيه؟ سِن أهو، سِن وترد عليها بسِناك. هنا في السِن، هنا في السِن، هنا السِن، ترد عليها بسِناك وهكذا. طيب أنا عاوز سِن، أقصد أنا عاوز السِن والآك. هتعمل هنا إيه؟ and بقى، دي العلامة بتاعة الand، دي اسمها علامة الand تمام؟ طيب الor يعني يا إما دي يا إما دي، العلامة اللي هي دي أهي، لأ مش دي، أهي، دي اسمها إيه؟ or أو، فاهم؟ فإحنا عايزين and بقى، إحنا عايزين الاتنين مع بعض، فهنعمل كده، هتعمل نفس الكلام TCP، تمام، dot flags dot آك equal 1 enter أهو، اللي فيها سِناك أهي، جاب لك اللي فيها سِناك بس، زي الفل. طيب لو أنا عايز فيها الآك بس، تروح جاي شايل دول كده أهي، اعمل كده هيجيب لك اللي فيها آك، كل اللي فيها آك بس أهي، آك، زي الفل، زي الفل يا رجالة، حلو أوي. طيب عايزين نشوف إيه تاني؟ لو أنا مثلًا عاوز أسيرش على بورت معين، هتكتب برضه TCP dot port أهو، تمام، equal مثلًا عايزين نسيرش على 80، هل هيبقى فيه؟ ما فيش 80. طيب نسيرش على مثلًا إيه، 433 443 أهو، جاب لك بتاع الإيه، الHTTP. طيب مثلًا عايزين نسيرش على إيه، باكيت مشبوه مثلًا، اللي هو اسمه إيه، هاقول لك أنا TCP. بُص الحتة دي flags dot receipt، تمام كده equal 1. ما فيش. طب دي بتاعة إيه؟ لمّا تلاقي في الreceipt ياما تشُك. يعني الحتة دي مهمة للجماعة بتوع السُك، إن الباكيت ده مشبوه، بيحصل فيه رفض كتير أوي، ففاهم؟ لأ أنا في وقفة هنا، في وقفة هنا. حلو يا شباب؟ طيب حلو أوي. طب عايزين نجيب بقى الget والpost بتاعة الHTTP. هتقول له HTTP dot request dot أهو، بُص فين؟ طب تعالَ نكتب كده الrequest أهو، dot request. لسه ما جابش الإيه، dot request. تعالَ امسح دول، تمام، dot request dot method أهو، method أوكي equal علامتين التنصيص اللي جوه، وتعمل له كلمة إيه، get capital enter. مش موجود، ما هو أنت مش هتلاقي، ما أنا باقول لك دي بس، دي بتاعة الget، إحنا عايزين نجيب بتاعة الget request. طيب لو عايزين نجيب الpost، تكتب جوه الإيه، post، تمام، هتظهر لك. بس عشان أنا باقول لك الباكت دي مش موجودة. كل الكلام ده هنجربه مع بعض في الإيه، في اللهم صل عليك يا نبي، في اللابس يعني. طيب عايزين نجيب كلمة معينة، frame تمام يا شباب، contains علامتين، واكتب هنا مثلًا إيه، password، تمام، تعمل كده هتلاقيه بيظهر لك الباسورد، عايزين كلمة كذا وهكذا، تمام. ممكن تفلتر بالتايم. طيب حلو أوي يا شباب، مجموعة فلاتر كتيرة أوي حلوة ومهمة. كل ده هيبان معانا في الإيه، في حل اللبس. تمام يا شباب، ده كده برنامج الواير شارك إزاي نتعامل بيه، وإن شاء الله هنتعلم أكتر وأكتر. لما نيجي نحل لبس هتفهم أكتر. تمام، أتمنى الفيديو يكون عجبكم يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.